يعني لما اتسأل محمد رمضان عن أجره في الأسطورة ده اتعمل 2016، قال بكل وضوح كده 45 مليون جنيه. أمال دلوقتي ياخد كام؟ 200 مليون بقى ولا 150 مليون علشان المسلسل يعني خرق خرقا في السماوات والأرض ولا عمل إيه؟ أنا ما أعتقدش إن أحمد زويل الله يرحمه يعني بيبشبش الطوبة اللي تحت دماغه بعد كل الإنجازات العلمية والاختراعات، والفيمتو ثانية والخالتة ثانية والستو ثانية، ما جابش 25 مليون دولار في حياته أصلا، مش 45 مليون دولار. بالتالي ما جابش ال 20 مليون دولار أصلا، 20 مليون جنيه قصدي. يعني حرام عليكم يعني، حرام عليكم لما تعرضوا الكلام ده يعني على أولادنا. يعني نمثل بقى ولا نعمل إيه، ولا نلعب كورة، ولا نرقص، ولا نغني، ولا نعمل إيه؟ يعني إيه المشاهد العبثية دي يعني؟ مين النماذج اللي إحنا عمالين بنطرحها في السوق أو على الشاشات ونتفرج عليها وب 8 مليون جنيه بس؟ يعني حاجة مستفزة برضه. يعني ادفع 8 مليون جنيه بس في شقة بس. الناس دي بتفكر يعني في الملايين دي ازاي؟ والاخ اللي بياخد يعني 100 مليون و150 مليون في المسلسل ولا الفيلم ده بيدفع ضرائب زيه قدي بالظبط، بيدفع كهرباء زيي بالظبط، بيدفع الغاز زيي بالظبط. انا يعني المواطن محدود الدخل، وفي معدوم الدخل ده زيه زي في الخدمات. يعني ما شوفوا لكم حل بقى في الموضوع ده. يعني حرام، حرام نصدر المشاهد دي لاولادنا، يعني بيجيبوا لهم احباط.